عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ كل سنه وكلكم طيبين، ينعاد علينا وعليكم الايام بخير يا رب. ولبيك اللهم لبيك. عايزه اقول لكم هعمل لكم فيديو النهارده هتحبوه جدا جدا جدا. وحشتوني جدا. ويلا بقى قومي هاتي حاجات العيد ومكسرات العيد كده واتفرجي على الفيديو ده. لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تنضمي لعيلتنا الجميله وتعملي سبسكرايب من المربع الاحمر الموجود تحت الفيديو. هتلاقي جرس صغير فعليه عشان يوصلك مني اشعار او نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. ولو انت اوريدي عندي احلى لايك واحلى بوصه لاختك تحت وعيدي عليا وقولي لي كل سنه وانت طيبه يا ست الكل. وغير كده يلا بينا نبدا. يلا بينا نعمل ميك اب على بشرتي التعبانه قوي دي ونشوف الميك اب هيكون شكله عامل ازاي. هستخدم معاكم النهارده حاجات جديده بنجربها مع بعض لاول مره. انا اوريدي جربتها في الشغل وحبيت اعرفكم عليها. براند يا بنات اسمها ماليو، سعرها حلو وجودتها حلوه جدا، فحبيت اطلع اوريها لكم النهارده واعرفكم كمان عليها. قبل ما ابتدي اي حاجه هبتدي انضف بشرتي بالتونر ده من عند بيكسي. اللي مش عارف فوائد التونر يجي لي وانا اقول له. بصي يا روح قلبي، التونر بيعمل ايه؟ التونر بيساعدك على تنظيف البشره كويس جدا، كمان يقلل معاكي شكل المسام اللي موجوده وبيعادل البي اتش بتاع البشره وبيعلي من ثبات الميك اب، لان الميك اب بيثبت على بشره نظيفه. فالتونر من الحاجات المهمه جدا قبل الميك اب. وغير الميك اب بقى في الروتين العادي او اليومي او السكان كير بتاعك هيكون مهم جدا، لانه مقاوم كمان للتجاعيد وعلامات الشيخوخه وكمان التقدم بالسن. فالتونر من الحاجات المهمه جدا ان انت تستخدميها. حاجه عايزه اوريها لكم واعرفكم عليها من عند ماليو هو السيروم ده. السيروم اللي هو شبه جيرلاند بالظبط، بس السيروم ده مميز شويه وبستخدمه بقالي فتره. السيروم ده يا بنات فيتامين اي وكمان فيتامين سي مع بعض، سي واي زي ما بقول لك. السيروم ده النقطه منه بترطب البشره جدا، هيكون محتاج البشرات الجافه وكمان البشرات المختلطه لانه هو ترطيبه عالي جدا. اللي انا هعمله هاخد منه كميه قليله جدا عشان زي ما انتم عارفين انا بشرتي دهنيه، فهاخد منه كميه حرفيا قليله بالشكل ده كده. مش هحتاج اكتر من الكميه دي وهبتدي اوزعها على بشرتي. وده قوامه زيتي يعني قوامه مش مائي، يعني لا هو زيت، فمحتاج البشره الجافه جدا عشان يرطبها وبيديها جلو زي ما انت شايفه. رغم ان هو زيتي زي ما انت شايفه كده بس البشره بتشربه برده بسهوله. بس مع البشرات الاكسترا دهنيه مش هيكون الطف حاجه، هياخد وقت شويه عقبال ما البشره تمتصه او عقبال ما البشره تشربه. بديل الارخص والاوفر وكمان فيتامين سي وكمان فيتامين اي. فلو انت بشرتك جافه ومش بتترطب معاكي بسهوله، نقطه من السيرم ده حرفيا هترطب لك بشرتك حلو جدا. وتاني حاجه عايزه استخدمها معاكم او اجربها معاكم الماليو مات ليكويد فاونديشن. ده فاونديشن من عند ماليو، ده للبشره الدهنيه ولهم كمان فاونديشن للبشره الجافه. الباكجينج بتاع الفاونديشن شيك جدا. دي تعتبر ما بين الدراج ستور والهاي اند لو انت بتدوري على بدايل للمنتجات الغاليه. تعالوا كده نجرب مع بعض الفاونديشن ده، وعندي عليه تعليق صغير هقوله لك دلوقتي واحنا بنجربه مع بعض. هبتدي ارجه كده شويه. الدرجه بتاعه الفاونديشن اللي انا هجربها رقم 3 اسمه ناتشرال بيش. انا في العادي بحب اخد بامب واحده فاونديشن بس، من الفاونديشن ده هاخد 2 بامب. ادي واحده وادي الثانيه هوريكم دلوقتي حالا ليه. الفاونديشن ده التغطيه بتاعته مش عاليه، التغطيه بتاعته لايت جدا، يعني تقدري تستخدميه كل يوم. البنات اللي بتدور على حاجه التغطيه بتاعتها حقيقي خفيفه ومش بتحس بيه على البشره خالص هيكون الفاونديشن ده. تعالوا كده نجرب مع بعض ونشوف شكل الفاونديشن على البشره بيكون عامل ازاي. ممكن تحسوا سيكه سيكتين 3 ان الفاونديشن فتح عليا، بس الدرجه هتظبط دلوقتي. ابتدي اوزع الفاونديشن كده. عايزاكم تاخدوا بالكم بس من شكل نماشاتي ومساماتي وحاجاتي، بينعم شكل المسام جدا لان هو حرفيا لايت جدا زي ما انت شايفه بالشكل ده كده. وهبتدي اوزع كل الفاونديشن على، قلت لكم هاخد منه 2 بامب لان هو التغطيه بتاعته مش عاليه، التغطيه بتاعته لايت، وفي نفس الوقت بحس ان انا ال2 بامب يا دوب بالعافيه ممكن يكفوا معايا البشره، ويمكن احتاج عليهم نص بامب كمان. بس احنا بنحاول ننقذ ما يمكن انقاذه. الناس اللي هتحب الفاونديشن ده الناس اللي بتحب تستخدم فاونديشن يومي او عايزين حاجه لايت على بشرتهم او حاجه خفيفه جدا، هيلاقوا الفاونديشن ده فيه كل المميزات اللي انا بقول لك عليها دي. انما لو انت من الناس اللي بتحب الفاونديشن الفول كفرج او التغطيه العاليه جدا، للاسف مش هتحبي الفاونديشن ده خالص.
ورغم بقى ان هو التغطيه بتاعته خفيفه ولايت كده زي ما بقولك، بس التغطيه بتاعته بتتبني، يعني تقدري تبنيها طبقه كمان. انت حابه شكل الفاونديشن يكون تقيل او التغطيه تكون اعلى، بس انا بصراحه بحترم لما تكون الحاجه ليكويد او تكون لايت، فانا استخدمها كليكويد او كلايت او كحاجه هاديه. لما اكون عايزه فاونديشن اصلا فول كفرج فاجيب فاونديشن فول كفر، لما اكون عايزه فاونديشن يومي او الاستخدام اليومي او فاونديشن خفيف فاروح اجيب فاونديشن يكون خفيف. ليه اروح اجيب فاونديشن خفيف وافضل احط منه اكتر من طبقه عشان يبقى فول كفرج؟ طب ما انا اجيب فاونديشن فول كفرج من الاول. والعكس برده، ليه اجيب فاونديشن تغطيته عاليه جدا واحاول اخففه عشان يكون تغطيته اقل؟ الدنيا اسهل من كده. عايزه حاجه تغطيتها يوميه وخفيفه، الجائي للفاونديشن اللي تغطيته يومي وخفيف. عايزه حاجه تقيله وتغطيه عاليه، الجائي على طول للفاونديشن التغطيه العاليه. وده كده شكل الفاونديشن على البشره زي ما انتم شايفين، نمشاتي باينين عادي جدا عشان زي ما قلت لك هو التغطيه بتاعته لايت جدا. وهبتدي اخد كام نقطه كده من الكونسيلر، لان انا برضو عايزه احتفظ باللايت ده، مش عايزاها برضو تروح معايا ولا تقلب معايا خالص. الشكل ده كده. بصوا انا ما دخلتش اصلا التيوب جوه الباكج تاني. الكونسيلر اللي انا بستخدمه ده بنات بتاع كاركتر درجه رقم 3. كمان هستخدم البلاشر الباربي بينك ده من عند جوسي بيوتي، انا اللي مسمياه باربي بينك. الدرجه دي خطيره وانا بحبها جدا. هاخد منه شويه كده كده، انزل بس سيكه على الخد، ندمج. عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني، بقالي كتير ما قعدتش القعده دي ولا عملت ريفيوز عن الميك اب ولا جربت معاكم ميك اب جديد، يعني بقالي فتره ان انتوا حرفيا وحشني جدا. بصوا بقى الباربي بينك ده بحبه قوي. لكم ان مؤخرا الحمد لله الحمد لله البنات ربنا هداها وبقوا يحبوا شكل البشره الناتشورال، البشره اللي معلهاش حاجات كتير او معلهاش طبقات كتير، وبقوا يميلوا للحاجات دي. عشان كده الشركات بقت تطلع لنا مثلا الفاونديشن الجلوي، الفاونديشن اللايت. الاول لا، الاول كنا بنحب شكل الحاجه الجبس كده على البشره او الحاجه الكتير على البشره. دلوقتي اطلاقا، دلوقتي بما اني في المجال وبشوف عرايس كتير جدا وبسمع الويش ليست بتاعتهم وبطلبهم ايه، فبالتالي بقيت اشتري الحاجه المناسبه لطلبات وذوق العرايس اكتر. هنا بقى وصلنا لمرحله التثبيت. واعرفكم برضو ان ماليو عندهم نوعين باودر، نوع لوز باودر ونوع كومباكت باودر. اللوز باودر اللي هي ماستر فيكس معايا منها درجه 3 وخير اللهم اجعله خير. حاسه ان هي هتبقى غامقه عليا شويه، هي ناتشرال بيج برضو عطيه على اصفر شويه. تعالوا كده نحطها على البشره ونشوف شكلها على البشره بيكون عامل ازاي. ماستر فيكس بتكون حلوه جدا في التصوير، بتيجي بالشكل ده. انا جربتها بصراحه اكتر من مره، كنت حاسه ان انا هحتاج درجه منها على بيج اكتر مش اصفر. شايفين يعني لو في منها درجات على بيج على ابيض مثلا ترانسلوسنت هتبقى لطيفه. تعالوا كده نشوف الاصفر كده. حد حاسس ان هي غمقتني ولا حاجه؟ مش حاسه بكده بصراحه. اقول لكم ان هي اول ما وصلتني اشتغلت بيها على عروسه وعجبني جدا 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 الفينش بتاعها، وهي حرفيا ناعمه قوي. بتفكرني بالباودر بتاعه انستازيا وكمان الباودر بتاعه لورا مارسي. بصوا يا بنات شكل الجزء اللي اتثبت معايا من الجزء اللي لسه فيه لمعه وفيه ضوء شويه من الفاونديشن، يعني الباودر طفت لي اللمعه تماما، وفي نفس الوقت الناحيه الثانيه لسه ما ثبتهاش. تعالوا كده نثبتها مع بعض ونشوف البشره كلها لما تتثبت هيكون شكلها عامل ازاي. وان اللي عاجبني في المنتجات بتاعه ماليو ان هي حرفيا خفيفه قوي على البشره، اللي انت ما تحسيش ان انت حاطه حاجه، يعني ولا تحسي ان انت حاطه باودر ولا حاطه فاونديشن ولا حاطه اي حاجه على وشك خالص. البنات بتوع الناتشورال لوك هيفرحوا جدا 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 بالمنتجات بتاعه ماليو دي. بصوا يا بنات ده شكل البودر على البشره. حرفيا البودر ما غمقتنيش زي ما كنت متوقعه، يعني ما غمقتنيش زي البودر الصفراء او البنانه بتاعت انستازيا اللي هي بتحولني من كائن قمحي فاتح لكائن حرفيا قمحي غامق. بعد ما ثبت باللوز باودر، اللوز باودر حرفيا خفيفه على البشره مش حاسه بيها خالص. ودي اللوز باودر بتاعت ماليو اسمها ماستر فيكس، مكتوب عليها كمان ان هي لونج وير فيكسنج باودر، ان هي بتقعد كمان وقت طويل. تعالوا كده نعمل شويه برونزاج ونشوف هنعمل ايه تاني في البشره.
قلت لك بما اني مش عايزه اغمق خالص فهبتدي استخدم درجه برونزر دي من عند ايفون، درجه مش عارفه ملهاش رقم بس هي درجه فاتحه بالشكل ده. هاخد منها شويه كده وهبتدي ابرونز حاجه بسيطه قوي، مش هحدد ومش هغمق لان انا مش عايزه اغمق بالشكل ده. بس كده ايه، هدفي البشره سيكه اهو. شكرا. وهنا كمان شكرا. والنزايه دي كمان اللي عايزه قرار ازاله وايه نستعبط عليها شويه كده بسيكه برضه. تعالوا بقى اوريكم حاجه خطيره بمعنى كلمه خطيره، وهو قلم الحواجب ده من عند معروف. بصوا ازاي قلم الحواجب لونه بيرفكت وفي نفس الوقت سهل جدا في الرسم. الدرجه دي اسمها تشوكلت. القلم ده رقم 4 يا بنات من عند معروف. القلم بيجي بالشكل ده. حاجه معروف كلها موجوده عند لوجي، هسيب لك برده اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن بوكس. القلم بيجي بالشكل ده. هبتدي اسرح بس شعر الحاجب وابتدي ارسمه، وبعد كده لو حبيت اثبته بواكس او اي حاجه هثبته. هاخد القلم كده وهبتدي ارسم على الحاجب. هو ازاي بيرسم بالنعومه دي؟ بصوا تحسي ان انتي خلاص خلصتي حواجبك بمفيش. بص كده مع بعض على شكل الحاجب ولون الحاجب. مش عارفه، حاسه ان هو رجعني لسنين كده انا كنت حباها وكنت حابه شكل حواجبي فيها قبل الافتكاسات والاختراعات الكتير اللي طلعت. لونه خطير ودرجته خطيره وسهل جدا 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 في الرسم. لو انت من البنات اللي مش بتعرفي ترسمي حواجبك الموضوع معاكي هيبقى اسهل بكتير. القلم ده بنات اسمه معروف، الدرجه بتاعته شوكليت. قلبي شكل قلم الحواجب اللي احنا استخدمناه مع بعض من عند معروف. تعالوا بقى نرجع لوشنا دلوقتي الحيويه، بدل ما انا حاسه ان انا زومبي كده. وهستخدم باليت بلاشر جديده مكونه رايي فيها، وهقول لكم ان هي حلوه وخطيره وعلى ضمانتي وعلى رقبتي. وعارفين كلمه على رقبتي لما بتطلع مني في منتج بتكون عامله ازاي. وهي باليت البلاشر الكتكوته السكر القمر دي من ماريو. بصوا بقى الدرجات، ده هي الدرجات بتاعه الشغل الترندي جدا جدا اللي دايما بندور عليها في معظم الباليت. درجات على نود ودرجات على بينك. تعالي اوريكي بقى البيجمنت بتاعها يا ست الكل عامل ازاي، من حرفيا لمسه بنفس اللمسه الناحيه التانيه. بصي البيجمنت ودي لمسه. ما بالكم بقى انا لو كنت عايزه احط خطيره 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 وثباتها فظيع. لو انت بتدوري على حاجه لشغل العرايس وتكون ثابته وتكون قويه جدا هتكون الباليت دي من ماريو. بصوا درجاتها هتبان اكتر. اول واحده بينك فاتح. طب وليه نوطي بس الاضاءه خالص كده نشوف الدرجات. بصي الدرجات عامله ازاي. هوريكي الدرجات من غير اضاءه بالظبط. هي الدرجات زي ما هي ظاهره عندك دلوقتي حالا بالشكل ده. 3 درجات على نود وكمان 3 درجات على بينك. خطيره وثابته جدا وبيجمنت جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم للامانه الباليت دي من اكتر الحاجات اللي شدتني في البراند بتاعت ماريو جدا. مع بعض نجف العين عشان نجرب كمان الاي شادو بتاع ماريو مع بعضينا. احنا اسره مع بعضينا. الفيديو ده ينزل لكم اول يوم العيد او قبل العيد بيوم، فكل سنه وكلكم طيبين ولبيك اللهم لبيك. وان شاء الله يا رب يا رب يا رب السنه الجايه يكون كل واحده فيكم محققه احلامها ومحققه اللي نفسها فيه، وكل سنه واحنا مع بعض يا رب. ليكوا انا هثبت الكونسيلر ده بايه؟ هثبت الكونسيلر بالكومباكت باودر الجديده بتاعت ماريو عامله كومباكت باودر نوعين او درجتين او كل حاجه جزئين. بصراحه الكومباكت باودر بتاعتهم فيها ناحيتين. الناحيه اللي فوق كومباكت باودر كده عاديه جدا كلنا عارفينها عادي مفيش اي افتكاسه. الكومباكت باودر اللي تحت كومباكت باودر شيمر او كومباكت باودر فيها درجات شيمر او ذرات شيمر او بتلمع او هتخلي برضو البشره ضوي او هتخلي البشره فيها زي ستان كده. مش عارفه اوصفها لكم بس عارفين البشرات اللي انتوا بتشوفوها فيها لمعه كده بتقولوا الميك اب ده شكله حلو قوي او الميك اب ده صحي او هيلثي. الحاجات اللي احنا مش واخدين بالنا منها. هاخد الكومباكت باودر الدرجه اللي معايا دي رقم 2، هاخد منها شويه وابتدي اثبت الكونسيلر ده.
يا على التغطية واللون والاصفر والطرحة اللي باظت. يا ايه التغطية دي؟ والله ما حد قال لي، والله ما حد قال لي. وشي اول مرة يلمس الكومباكت باودر دي. طيب واضح ان الكومباكت باودر ما شاء الله ما شاء الله التغطية بتاعتها ما بتهزرش. وانا خدت بعشم وخدت بقلب على اساس ان انا بتعامل مع كومباكت باودر كتير، فعارفه ان الكومباكت باودر مش هتكون بالتغطيه دي كده، لان انا برضو ما خدتش كتير والله. فاوكي كده انا عرفت، فخلي بالي من الناحيه التانية. بس انتوا شايفين الاضاءه اللي حصلت تحت العين؟ بصوا ببواقي اللي موجود هنا. ممكن اعمل كده، شايفين؟ اعمل كده، اعمل كده. اوه طيب لينا نخلي بالنا ان احنا مش هناخد منها تاني، وهثبت باللي موجود هنا، وده الصح اصلا. بصوا هنا بقى لما خفيت ايديا خالص وخدت منها كميه قليله جدا، فخدوا بالكم ان الكومباكت باودر دي التغطيه بتاعتها عاليه جدا جدا جدا. طب دي الكومباكت باودر العاديه يا بنات، اللي هي بصوا هي ناعمه حرفيا جدا. الكومباكت باودر العاديه دي الناحيه اللي تحت بقى الكومباكت باودر اللي زي ما بقول لك فيها ستان او فيها لمعه شويه. بصوا هما الاثنين تغطيتهم ناعمه جدا، بس اللي تحت فيها برضو ذرات شامر كده او ذرات جليتر تخلي البشره فيها لمعه شويه. فانا هعمل ايه؟ انا هاخد من الملامعه اهي، هاخد منها شويه كده وهبتدي انضف بيها هنا وهنا. بصوا اصلا هي خدت الخط شارب ازاي كده، وهمشي بيها شويه على كل البشره عشان تخلي لي البشره فيها اللمعه الستان دي، ونشوف هتخلي البشره فيها لمعه فعلا اكن الفاونديشن زي ما شفناه من شويه دوي كده، ولا هتبين اثار ومسام. انتوا فاهمين بقصد ايه؟ يعني هشوفها هتخلي البشره شبه الهايلايتر ولا لا هتخلي البشره فيها لمعه اصلا. طب انا عايزه اقول لكم ان البشره فيها لمعه احي خطيره، احي بجد خطيره. يا جماعه دي كومباكت باودر على الشاحن، وهبتدي العب واجرب المنتجات واجرب اللمعات الخطيره دي. بصوا كده، تعالوا كده نجرب مع بعض في العين التانية الباليت بتاعه الاي شادو بتاعه ماليو. دي شكل الباليت، بتيجي بالالوان دي. الباليت دي يا بنات 18 لون، الشيد بتاعتها دي رقم 1، يعني معنى كده ان ممكن نلاقي منها الوان تانية. الدرجه اللي هي دي لمس خفيف كده وهنفض، وهبتدي احطها على جفن العين. مش عارفه، ونتفاجئ كلنا ان البيجمنت بتاعها تحفه، وان هي بتدمج حرفيا في ثواني. بصوا لون تاني بعديها، وليكن الدرجه البراون دي هاخدها هلمسها لمسه خفيفه برضو وهنفض، وهبتدي احطها. واخدين بالكم ان انا مش حاطه اي حاجه تحت عينيا، يعني انا مش خايفه ان الباليت تنزل فول اوت او تنزل حاجه او ان الميك اب يبوظ. بالشكل ده كده، ده كل اللي انا عملته في الناحيه الثانيه. وبعد كده على ايديا نقطه كونسيلر اهي شايفينها، هاخد منها شويه وبطريقه عشوائيه جدا، وهبتدي احطها على الجفن المتحرك يفتح لي بس المنطقه دي. وانا عشان مش عايزه شكل الكونسيلر لا يكون شارب ولا يكون متحدد معايا، عشان احنا معتمدين ان اللوك كله هيكون ناعم جدا. ممكن كمان تعملي الخطوه دي من غير كونسيلر، خدي بالك. هجيب سبونج وهبتدي اطبطبه، لان انا مش عايزه يبقى شكله ولا متحدد ولا شارب ولا باين له اول ولا باين له اخر. بالشكل ده كده وبايد خفيفه، وهطبطب بسرعه. خلاص طبطبت. تعالوا بقى كده نشوف الشيمر ده شكله عامل ازاي. هاخد الدرجه دي، بصوا اصلا هو عامل شبه الميه حرفيا، وتحسوا ان هو كريمي، يعني الشيمر بتاعها كريمي شويه شبه الشيمر بتاع الباليت بتاعت هدى بيوتي، اللي هو بيطلع معاكي حرفيا ميه فقط. بالشكل ده كده، وهبتدي اطبطب. بصوا كده، وعايزه اخد ميكس بينه وبين الدرجه اللي جنبه زي ما عملت في العين التانيه.
عارفين احسن طريقه تاخدي بيها الشمل هي صوابعك. حبيت جدا. وبعد كده هبتدي ارسم ايلاينر بالايلاينر بتاع معروف. هوريكم بقى سواد الايلاينر ده بنات عامل ازاي. عايزه ارسم ايلاينر عريض وواضح وباين وصريح. بقول لكم ان الرموش بتاخد العين في حته تانية. اسمعوا كلامي. هركب الرمش ده من عند سوما اللي هو اس ار 32 كمان بالجلو سترونج بتاعها. تعالوا كده نجرب مع بعض الجليتر ده. بصوا الجليتر عامل ازاي، ولا بيحتاج جلو ولا بيحتاج اي حاجه، وحرفيا انا اشتغلت بيه على عروسه واتحط دايركت كده، ولا خطط كمان ولا قطع. بصوا الشكل ده بطريقه الضغط او بطريقه الطبطبه. بصوا لمعته عامله ازاي، مش ناتشرال لوك خالص. اللوك عمال يوسع يوسع يوسع، مش عارفه هيروح مني فين تاني. هسيب العين شويه وهبتدي احدد شفايفي بالبلاينر ده من معروف. مع بقى في حاجه بتقولي خدي من الجليتر ده وحطي تحت هنا شويه، نعمل حته ايه سوكسيه كده هنا وهنا، خصوصا ان انا ما حطيتش لو خدتوا بالكم كحل ولا اي حاجه جوه العين خالص. درجتين الروج ده هستخدم درجه الروج دي من شيك لام، وهحط عليها الدرجه الفوشيا دي او البينك من عند جلو سان. دي لعشاق الناس اللي بتحب الارواج الهاديه والميك اب الهادي. اوكي مبدئيا كده حطينا الدرجه دي، وعارفه ان كتير منكم هتحب الدرجه دي على اللوك اكتر، بس انا عايزه احط الدرجه دي فوقيها. يا لهوي نحاول ما نعملش زحمه في الوش، يعني نحاول نخلي الميك اب رقيق على قد ما نقدر، فبلاش زحمه في الوش بس الا الروج. طب والنبي قمر. الدرجه الاولانيه خطيره ومعاكم ان هي عاجباكم اكتر وهتعجبكم اكتر من الدرجه دي، بس انا كنهى نفسيتي حابه الدرجه دي، عايزه احط الدرجه دي. ولا يا ولا على الوش اللي نور فجاه. بصوا طيب، طب انتوا احكموا. الدرجه حرفيا نورت وشي، شايفين؟ نعمل ايه بقى؟ نرجع لبالة البلاشر بتاعتنا ونحط نفس الدرجه اللي هي تقريبا ميكس بين الدرجتين دول كده، نحطها هنا. هو ميك اب صلاه العيد والله العظيم، هو والله بشوفكم كده في صلاه العيد. والله خطير. الناحيه اللي من غير لمعه، الناحيه المطفيه دي، ونبتدي ننظف بيها جناب الاي شادو، لان دي خطوه مهمه جدا بتبين قد ايه الاي شادو بتاعك نضيف. كده اهو وانزل. واو شايفين اهو وانزل. بالشكل ده، وبعد كده بفرشه فاضيه وابتدي انفض الزياده دي من هنا والزياده دي من هنا. بصوا كده تحسوا ان هو وشي ورد ونور، كان ناقصه بس شويه الالوان اللي اتحطوا على البشره. البراند بتاعت ماليو حرفيا حلوه جدا جدا جدا، عجبني فيها حاجات كتير، واولهم بصراحه عجبتني قوي الكومباكت باودر دي. بتدي جلوي كده للبشره وبتخلي البشره فيها لمعه من غير ان فيها حبيبات جليتر، ومن غير ما تعمل سبوت على المشكله او على الديفول اللي موجود في البشره. يعني انا المنطقه دي عندي كلها مسامات مش مبيناها خالص، مخليه البشره جلوي وفيها لمعه من غير اي حاجه. شايفين؟
هنجرب اخر حاجه من عند ماليو. ماليو مطلعه فيكس سبراي بيخلي البشره جلوي شويه، جلوي اكتر ما هي جلوي. زي ما قلت لكم هم بيعتمدوا على الميك اب بتاعهم ان الفينيشنج الميك اب يكون جلوي ويكون صحي ويكون هيلثي اكتر. لنا فيكس سبراي فيه كل المواصفات اللي انا بقول لك عليها دي، فتعالي كده نجرب. اجربه على وشي، ما جربتوش قبل كده خالص. هنشوف الايفكت بتاعه على البشره هيكون عامل ازاي. هيدوب الميك اب في بعضه، هيدخل الميك اب في بعضه، هيسيح الميك اب. دلوقتي هنشوف هيعمل ايه دلوقتي مع بعض. ازاي البشره محتفظه باللمعه بتاعتها وشكلها كمان صحي وهيلثي جدا. ازاي؟ مش بس كده، لسه معانا منتج كمان من عند ماليو وهو الهايلايتر. عاملين لنا هايلايتر ب6 درجات. بصوا لمعتهم عامله ازاي. بس الهايلايتر ده للامانه لاني جربته، الهايلايتر فيه جليتر. هو كده زي ما انت شايفه، بس هو بفينش جليتري للناس اللي بتحب الهايلايتر اللي طلع الفتره الاخيره. بصوا اصلا هو عمل في ايديا ازاي. الفتره الاخيره طلع لنا الهايلايتر بفينش جليتري، وحرفيا كلنا كنا بنجري عليه. الهايلايتر ده بفينش جليتري. بصوا اصلا بمجرد ما بحطه على ايديا وعملت له بلاند، شايفين لمعه ايديا عامله ازاي. لمعته حرفيا جباره. اشتغلت بيه واشتغلت بيه كمان على الجسم. خطير 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 خطير. بصوا اللمعه، بصوا. جربوا مع بعض على البشره. انا خايفه المس، شايفين؟ عشان تكوني عارفه، لو انت مش شايفه من ورا الكاميرا، هو فيه جليتر، يعني اللمعه بتاعته مش ميه بس. لو انت بتحبي الهايلايتر ابو لمعه جليتر هيعجبك جدا جدا جدا. شايفين؟ لا بجد يعني انتوا شايفين من عندكم؟ انا حاسه ان في لمبه هنا ضاربه في خدي مزغللاكم. حاسه ان الميك اب ده محتاج كنترول للنوز. مش عارفه انتوا معايا ولا لا، بس انا حاسه ان هو محتاج نكنتر هنا شويه بس كده، وهنا شويه كده، وبكده اكون خلصت معاكم الميك اب. واحب تاني اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. ولو عايزين تعرفوا كل المنتجات اللي احنا جربناها او البراند الجديده بتاعه ماليو موجوده فين، هتلاقوها موجوده عند البيج عند فلافي شوب. هعمل لكم اللينك بتاعهم تحت في الديسكربشن بوكس. وحرفيا عندهم حاجات زي ما انتم شايفين خطيره، وفي نفس الوقت اسعارها حلوه جدا ما بين الدراج ستور والهاي اند، بس بجوده حرفيا محترمه. حرفيا كفايانا عقده الخواجه، لان عندنا براندات حلوه قوي قوي قوي. مشكوروني جدا عليها لما تعرفوها وتجربوها. وبس كده، وده كان الميك اب اللي عملناه بمنتجات ماليو. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب، واي مكان جبت منه اي حاجه هسيبهولك تحت في الديسكربشن بوكس. وكل سنه وكلكم طيبين، واشوفكم على خير فيديو جديد او ريفيو جديد او كورس جديد ان شاء الله.